ملفنا الثاني هنتكلم فيه عن التنمية العمرانية، وهي كما قلنا التنمية العمرانية وقطاع التشييد والبناء هو قطاع يجر وراءه ما لا يقل عن 100 صناعة مختلفة. هذا القطاع تأثر بشكل كبير مع تغيرات أسعار الدولار، مع القفزات المختلفة التي ظهرت فيه، مما سبب ارتفاع أسعار الوحدات وأيضا وقوف الكثير من المشاريع العمرانية. سنتحدث مع المهندس مجدي منصور خبير التنمية العمرانية حول هذا الموضوع. أهلا بك يا باشمهندس. يا أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني في البداية رؤيتكم لقطاع التشييد والبناء، واحنا اتكلمنا في هذا القطاع قبل كده ان هو قاطرة، بنعتبره في مصر قاطرة، منه الوحدات السكنية والوحدات العقارية بتستخدم كمخزن للقيمة وجزء منها استثماري، ده جزء واحد. الجزء الثاني فكرة انه هو بيجر وراءه ما لا يقل عن 100 صناعة مختلفة. طبعا في البداية بنقدم تحية للسيد الرئيس والأمة الإسلامية وللشعب المصري بمناسبة رمضان، شهر رمضان المبارك. كل سنة والأمة الإسلامية جميعا بخير. سنة وانت طيب ومعاليك بخير. بنتكلم عن صناعة تعتبر من أهم الصناعات المتواجدة في مصر وفي العالم أجمع، وهي صناعة الاستثمار العقاري. نعم. اللي بتشمل جميع الاستثمارات اللي موجودة في مصر تقريبا، لأن أنا النهاردة لو جيت مثلا بتكلم عن مدينة سكنية جديدة لازم ألاقي فيها القطاع الطبي، لازم ألاقي فيها القطاع التجاري، لازم ألاقي القطاع الصناعي، لازم ألاقي الطرق والبنية التحتية. صحيح. لازم ألاقي كل حاجة تقريبا بتشمل مش مجرد وحدات سكنية فقط. مظبوط. احنا بنعملها. مظبوط. احنا بنعمل يعني، وبالذات الثورة او المدن الذكية بالجيل الرابع وداخلين على الخامس. مظبوط. هي انت بتتكلمش على وحدة سكنية في اي مكان وخلاص، انت بتتكلم على وحدة متكاملة بجميع المرافق. ده حقيقي، وبالفعل احنا عندنا تقريبا اكتر من 25-30 مدينة جديدة السيد الرئيس خد قرار بان هي تتفتح للعلم. فاحنا عندنا تقريبا اكتر من 200-300 الف فدان في كل مدينة جديدة. فاحنا بنتكلم عن استثمارات قد تصل العمل فيها الى ما يقرب من 50 و60 سنة. فبالتالي انت بتتكلم عن حجم استثمارات كبيرة، خصوصا ان احنا عندنا تقريبا القطاع العقاري هو قطاع بيضم يعني لو جينا نقول في مصر مثلا تقريبا دلوقتي اخر نسبه بتقول ان احنا عندنا زياده سنويه في عدد السكان بتقدر بحوالي 2.5 مليون نسمه. صحيح. فبالتالي انت القطاع العقاري محتاج ده قوي. عندنا تقريبا برضو يعني 25 مليون على الاقل كل 10 سنين. الله ينور على معاليك. ده بالاضافه كمان للاحتياجات الموجوده دلوقتي كمان الى ما يقرب لمليون حاله زواج سنويه. فبالتالي انت النهارده بتتكلم في قطاع في 2024 تقريبا قدر العمل فيه بحوالي 20 مليار دولار. دي حجم الاستثمارات العقاريه في مصر. المتوقع في 2029 ان هي توصل ل 33.67 مليار دولار في الاستثمار العقاري في مصر. فده رقم كبير جدا، ويمكن احنا كلنا بنقول ان هو الفتره اللي جايه الاستثمار العقاري هو القاطره اللي هترفع مصر في مكان تاني باذن الله يعني. ان شاء الله. لما نتكلم على ارتفاع الاسعار، طبعا هي مرتبطه جزء منها باسعار المواد الخام، الحديد والاسمنت وغيره وغيره وغيره. الجزء منها كلها متسعره بشكل ما بالدولار، وارتفاعات فروق الاسعار ما بين الدولار والجنيه اللي ارتفعت بشكل كبير. تاثير ارتفاع الاسعار وعدم ضبط الاسواق الاسعار ديت على القطاع العقاري بعد 2022 لما البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفايده ل 2%، هو بشكل ما بيقول خلاص فكرة الفايدة القليلة دي انسوها. فبدأ يكلمنا على ان الفايدة المرتفعة هي اللي هتتواجد في السوق الاقتصادي. بس يمكن الحمد لله بعد ما بدأ ينزل 5% الفترة الأخيرة فرق مظبوط، فرق كتير في السوق والناس كتير حست بارتياحية، خصوصا ان معظم الأسواق الخليجية بدأت تاخد نفس النهج، وهو بتاع ان احنا نقلل في نسبة الفايدة شوية. مصر مؤخرا بتبدأ تفكر بنفس النهج، ان احنا برضو عايزين نبدأ نقلل نسبة الفايدة. ومعروف ان الفايدة كلما قلت كلما كانت الاسعار افضل للمستثمر والمستهلك، واسعار المواد الخام بتقل شوية عن الاسعار اللي متواجدة في السوق من بعد 2022. فاحنا كلنا بنترقب دوت وبنقول ان ارتفاع الاسعار يمكن هو كان بشكل لا ارادي، لان احنا قلنا احنا عندنا فتره حروب، عندنا كوفيد 19، عندنا فبنتوقع يا رب ارتفاع الاسعار اللي حصل ده اللي بالاسف اقدر اقول ان هو عمل ركود في 2024
خطير في السوق العقاري في مصر، خصوصا ارتفاع المواد الخام. فبدا النهارده وحدات السكنيه بقت تبقى غاليه جدا، وبعد ما كان التوجه الاكبر للحفاظ على القيمه في الاستثمار العقاري، بدا يبقى في توجهات تانية زي الذهب او خلافه. فبالتالي احنا بنترقب ان شاء الله باذن الله تراجع سعر الفايده ممكن يعمل فرق طيب، كبير. هو طبعا احنا عندنا تضخم في مصر ما نقدرش ننكر ده، بس هي دايما عندنا مقوله يمكن المصريين عارفينها كلهم، ان احنا الحاجه اللي بتطلع عندنا ما بتنزلش تاني. وعشان كمان الاستثمار في العقار بناس كتيره بتاخده بشكل استثماري، اللي هو انا بس باخده وبحط فيه قيمه. فلو انا اشتريت وحده النهارده بمليون جنيه ونزل سعرها، انا عمري ما ابيعها، انا هفضل عايز ابيعها بفوق المليون جنيه مع توقعات الاستثماريه ان هي بمليون، هبيعها بمليون ونص، هبيعها مليون 300، لكن عمري ما هتنزل. فدايما ده ما بيساعدش على نزول، مع ارتفاع طبعا الطلب بشكل كبير وقله الطلب على الشراء. ومثلا احنا بنشوف القانون الجديد دلوقتي، اسعار الشقق القانون الجديد حتى في المناطق اللي المتوسطه والشعبيه ارتفعت بارقام فلكيه، بقت ارقام رهيبه جدا، وده اكيد بيأثر على بقية القطاعات. نحل هذه المعضلة ازاي؟ بعض الشركات بدأت تفكر في مد فترة الأقساط، وبدأوا ياخدوا النهج بتاع ان انا بدل ما اشتغل على 3 سنين او 5 سنين بحد اقصى 60 شهر، بدأوا الفترة الأخيرة يتوجهوا لان هم يعملوا الكلام ده على 8 سنين 10 سنين. ظهر معانا في مؤخرا 13 سنة و15 سنة كحلول. بعض الشركات بدأت برضو تفكر بمديول تاني ان هو يقلل المقدم، فيخلي عنده زيرو داون بيمنت او مقدم، يخلي عنده 2%، يخلي عنده 3% مقدم فقط. فبالتالي ده فرق. بس انا من وجهة نظري المتواضعة التي لا قيمة لها ان مش هو ده بس. لازم يحدث حاجة تغير في السوق العقاري، لازم تحدث افكار جديدة تبدأ توصل للناس اسعار مقاربة للاسعار القديمة شوية، وفيها حلول مختلفة شوية. لان النهاردة انت جاي تكلمني عن حاجة هتقسطها على 10 سنين وليكن، بس بسعر مضاعف. بعد ما كانت الوحده دي كلها على بعضها عامله مليون، مليون ونص، انا بشتريها منك على 10 سنين بس بشتريها ب 8 مليون جنيه. لو حبيت اعمل ريسيل زي ما حضرتك بتقول ان انا اعمل اعاده بيع، فانا النهارده بالسعر اللي انا شاريها بيه دوت مضطر ان انا استنى لما اخلص سعرها اللي هو 10 سنين اقساط، وابدا اشوف السعر في السوق بقى عامل ايه. بس انا بتوقع ان ما ينفعش وحده مثلا انا اشتريتها ب 8 مليون 10 مليون، غرفتين او 3 غرف، ان لا قدر الله وده ما اتمناهوش ان هي تبقى بعد ما تيجي تخلص اقساطها تبقى عامله 30 مليون. ما هي في الاخر شقه، ما هي شقه صح. يبقى ازاي انت النهارده هتقنعني ان الشقه اللي انا اشتريتها منك ب 10 مليون عشان على اقساط 10 سنين هعرف اكسب فيها؟ صعب شويه. فبالتالي لازم تحصل حلول بره الصندوق. ده يمكن انا اللي بطالب بيه من بدري، ان يبقى في افكار بره الصندوق. زي ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا التمويل العقاري اشتغل 3%، ما عادش في اي وحده دلوقتي بمليون 400 اللي حاططها يعني شروط التمويل العقاري ان عشان اخد 3%. تمام، حتى وحدات الحكومه نفسها ما عادتش بالاسعار ديت، الحكومه بتنزل الوحده فوق المليون ونص و2 مليون، ما عادش في مليون 400 اللي اخد عليها 3%. 8% مع انها متناقصه، بس برضو الاسعار بقت غاليه جدا عليها. الشروط بتاعه التمويل العقاري بقت صعبه جدا، اغلب الناس ما بتقدرش تعملها. اتكلموا قبل كده في التأجير التمويلي ولسه ما نزلش او نزل في تجارب بسيطه. ايه الحلول التانية؟ الدول التانية بتعمل ايه؟ الولايات المتحده عندهم ازمه دلوقتي في صناعه العقار اللي عايشين عليها، تمام، بسبب ارتفاع الفايده. احنا نعمل ايه بقى في رايك يعني؟ والله بص، انا ما حطيتش فكره معينه او بلان معين، لكن لو قلت مثلا وليكن النهارده فكره اتحاد الملاك زادت بشكل اكتر، انا شايف ان ممكن شويه تغير في التفكير بتاع السوق العقاري. انا النهارده كمطور بكسب 500%، ومعروف المطورين في مصر وبره مصر بيكسب برقم كبير جدا. نعم. طيب ما انا ممكن ابدا اغير دوت وازود من فكره ان اتحاد ملاك بيحدث في مصر. فانت اكيد لو سيادتك عارف الاتحاد الملاك هو عباره عن مجموعه بتشتري الارض، مجموعه بتبني مع بعض، فبالتالي بيعملوا الحاجه بسعر التكلفه. لو زاد ده شويه اعتقد هيبقى نذير خطر للمطور، ان انت النهارده الناس مش هتبدا تحتاج لك وهتبدا تفكر ان هي اللي تصنع الموضوع كله بايديها. فبالتالي بدل ما انت تكسب 500 و1000% وتضيع لي السوق العقاري في مصر، بلاش تعمل ده. تعال نشتغل مع بعض بارباح قليله شويه. يعني الارباح بصراحه المطورين مبالغين فيها بشكل كبير. يمكن هم بيرموا ده على الدوله ان احنا بنشتري الاراضي نفسها غاليه. لا لا،
خلينا نتكلم، السيد الرئيس فتح مدن جديده الاسعار فيها بجد مجزيه لاي مكان. انا بتكلم النهارده مثلا لو قلت كتخصص في غرب القاهره، متر الاراضي عندي بادئ من حوالي 500 جنيه و600 جنيه، والمفروض ان ده اسكان فاخر، ماكسيمم واصل اقصى حاجه خالص ل 5000 و6000. فانت بتشتري ارض بيبيعوها ب رخيصه 20 و15 يا فندم. متر المباني تعدى ال 50000، يعني انا واخد متر ارض ب 1000 1000 ونص ببيعه ب 50000. طب ليه؟ طب ليه؟ انت كده بتفكر في تحوط. فبيقول لك انا بتحوط على المدى البعيد عشان خايف، عشان اسعار الدولار، عشان الاسعار، وعشان طبعا الفايده بدات تخلي الاقتراض بقى قليل، فهو مش قادر يقترض، فبالتالي بيقوم يتحوط ويرفع السعر جامد. مين اللي بيتضرر في الاخر؟ الدوله، البلد، المستثمر، الفرد اللي راح يشتري. ويمكن احنا اضيف لسيادتك نقطه صغيره، ان احنا يمكن بنعتمد على المشتري الخارجي. فكره ما انا دي النقطه اللي انا عايز اقولها، ان احنا دلوقتي توجهاتنا وكل ما نسمع كل الكلام الحكومه وكلام الشركات، احنا متوجهين لتصدير العقار، لتصدير العقار، لتصدير العقار. صح، هي ممكن تكون اسعار العقار عندنا منافسه للعقارات اللي بالنسبه للخارج، بالنسبه للاسعار، لان هو بيحسبها بالدولار ما بيحسبهاش بالجنيه المصري. لكن في النهايه انت هتقدر تصدر قد ايه من ده، والناس ديت ايه الحوافز اللي هتجيلهم؟ طب فين ابناء البلد؟ ما هو انا محتاج مثلا عشان اعمل الساحل الشمالي او عشان اعمل العلمين الجديده، محتاج مناطق خدميه يعيش فيها مصريين يساعدوا على بناء. زي مثلا رئيس مجلس الوزراء كان بيتكلم ان اي مدينه جديده لازم يكون فيها قطاع فندقي، خاصه في الساحل الشمالي، مش مجرد هنعمل قرى سياحيه وخلاص عشان نشغلها طول السنه. طب فين الخدمات بتاعت الناس، او السكن الخدمي، او السكن للمصريين؟ وهتقدر تصدر قد ايه عقار؟ خليني اصارحك واكون صريح شويه في النقطه دي. اتفضل. احنا عندنا محافظ دولاريه اللي هي المصريين المقيمين في الخارج، اللي هم عددهم كبير، اللي احنا هنقدر نقول ان احنا في احتياج قوي جدا ان هم يبقوا موجودين معانا في الفتره دي، لان هم اللي هيسدوا العجز بتاع شراء المصريين المقيمين في الداخل، لان ممكن يكون مع الاسعار دي بدات قدره على الشراء تقل من المصريين بشكل قوي. فانا محتاج اللي قاعد في السعوديه، اللي قاعد في الامارات، اللي قاعد في قطر، اللي قاعد في اوروبا، على اساس ان هو يقدر يشتري، خصوصا مع فرق السعر طبقا للدولار، فهو بيبقى يلاقي الاسعار بالنسبه له في مصر افضل شويه. بدون قوانين هو بيخاف. بالتالي لما جينا قلنا في يوم من الايام ان انا لازم تبني لي 30% وبعد كده تبدا تشتغل، محدش التزم. خلينا صراحه. فبيقوم لما بيجي يشتري في مصر ما بيشتريش غير مع البراند نيم او الاسم القوي، المطورين العقاريين الكبار اللي مضمونين. بالتالي لما بيجي المطور الثاني يشوف المطور الكبير باع وقدر يبيع وحده 1 بيدروم، شقه فيها اوضه واحده بس، استوديو وليكن بسعر بيبدا من 7 مليون. المطور الثاني يقول لك طب ما فلان ده بيبيع ب 7 مليون وقدر يبيع. هو قدر يبيع عشان عنده ثقه، الناس بره مصر بتثق فيه فحطت عنده. انت ما ينفعش تقارن نفسك بيه. فمن هنا بنبدا يحصل فيه مشكله. يعني احنا برضو القوانين اللي اتحطت للاسف ما فيش حد التزم ببناء 30% خالص في مصر. طب تعالى نقول هنحل ده ازاي وانا في قمه الاحتياج للمشتري. لا وبعدين يعني اسمح لي اكون برضو انا صريح معاك يا باشمهندس، يعني في بعض المطورين بعد ما الناس اشترت منهم وكان في ناس اجانب حصلت مشاكل وما استلموش وحداتهم لغايه دلوقتي، لان هم بيطالبوهم بفروق الاسعار. طب ما احنا اتفقنا من الاول ودفعنا لك فلوسنا، ما استلموش لغايه دلوقتي، وفي مشاكل كتيره، واعتقد انت عارف اكتر أكيد. مني كده، مشاكل كتير امام المحاكم. هنا دور القانون وانفاذ القانون، وفكره دور الدولة دي. عايز النقطة النهاية ان انا المنظم الاساسي هي الدولة. التشريعات، القوانين. ودايما لما بتلاقي في قوانين، يعني مثلا في بعض الدول الخليجية انت ما بتقدرش تعرض الوحدة بتاعتك الا بعد ما تتشطب وتيجي الدولة تبص وتراجع وتتأكد ان كل الحياة كاملة للسكن. فاللي حضرتك كنت لسه بتقوله لي دوت هو بالفعل حصل. البي ما بناش، فجت الاسعار حصل اللي حصل، زادت عليه شويه. هو يقدر يبني على فكره ويسلم، لكن لان هو طماع وعايز يكسب اكتر فبدا يفاوض الناس على ان هم يبقى في عندهم زياده في الاسعار، وما نتمناش دوت. انا اخر حاجه عايز يأثر بشكل طبعا كبير اخر حاجه عايز انهي بيها، السوق العقاري في مصر مرتقب ليه انه يبقى قوي جدا. يا ريت التشريعات تساعدنا تخوفا من ان الناس تغير وجهه نظرها لا قدر الله للشراء في اي سوق تاني خارج مصر.
وانا ما اتمناش ده يحصل، لان انا بجد شايف ان السوق العقاري في مصر قوي جدا، وعندنا ملايين الامتار اللي اتفتحت للمبيعات، فبالتالي لازم يبقى في تشريعات بتلزم الناس بقوانين، اللي يبقى في ادوار وحاجات من بره الصندوق بنبدا نفكر فيها عشان ما يحدثش لا قدر عشان الله الدايره تفضل شغاله ويفضل هذا القطاع شغال. الركود بيضر ناس نعم. كتير. انا بشكرك المهندس مجدي منصور خبير التنميه العمرانيه، شكرا جزيلا على اهلا وجودك بيك يا معنا. فندم، اهلا بيك.